الفل. صورة جديدة وجزء جديد و5 حلقات جداد. الجزء اللي فات كان معانا سورة النجم وكان معانا فيها 5 حلقات، والنهاردة أول حلقات الجزء الثاني من برنامج خواطر إيمانية، ومعانا سورة الرحمن. معانا 5 حلقات في سورة الرحمن زي ال5 حلقات اللي فاتوا، وهنتوقف مع سورة الرحمن وهناخد الآية كده بسم الله واحدة واحدة، هنمشي فيها مع بعض لحد الآخر. سورة النجم سيبناها قبل آخرها، يعني ما كملناهاش للآخر، بإذن الله نرجع لها في لقاء آخر، ولكن سورة الرحمن هنكملها بإذن الله وناخدها من الأول للآخر. ده وبسم الله نقول جزء جديد بسورة جديدة و5 حلقات جداد. هناخد من الآية 1 حتى الآية 16، وهنقف عند آيتين مهمين قوي وهم موضوع الحلقة النهاردة، الآية 14 والآية 15. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. هنقف مع الكلب، وعايزة أقف معاها في البداية كده، يعني يبقى للتوضيح إن هو كالفخار، هو يعني مش تراب اتحط عليه مية فبقى طين، فالطين ده بقى فخار، بقى عجينة فخار. لا، هو كالفخار، هو يعني شبهه حاجة زيه لكن مش هو. أما الجان فمن نار، من مادة النار ذات نفسها. وهنا برضو نتوقف كده مع إعجاز ومع عظمة ربنا سبحانه وتعالى، إنه جعل لنا النار اللي كان بيتفخر بيها الجن على إنه هو مخلوق من نار والبني آدم من طين. سبحان الله إن ربنا يجعل في النار دي منافع لينا وفوائد لينا، ويجعل إن النار دي تخليه يتعذب في الآخرة وتبقى سبب هلاكه وهلاك اللي هيتبعه وعذابهم في الآخرة. المادة اللي تفاخر بيها هي المادة اللي هتعذبه وتعذب كل اللي تبعه في الآخرة، وفي نفس الوقت هي في الدنيا يعني بتنفع البني آدم في حاجات كتير، وفيها منافع كتيرة للبني آدم، بتدفي البني آدم وبتغذي البني آدم، إن هي بتسوي الأكل اللي هو بياكله ويتغذى بيه وبتضمن بقائه. يعني سبحان الله واقفة مع عظمة ربنا سبحانه وتعالى، مع إنه خلى مادة النار اللي كان بيتفاخر بيها إبليس خلاها فيها منافع للإنسان في الدنيا وعذاب إبليس في الآخرة. فده في الأول يعني كانت حاجة كده حابة أنوه عليها، لأن دي حاجة أنا لما وقفت عندها وتأملت فيها كده حسيت فعلا بعظمة ربنا سبحانه وتعالى، وحسيت بإن فعلا سبحان الله ربنا الواحد القهار. يعني إحنا أصغر من جد من إن إحنا نعصي. اختلاف المواد هو سبب الكبر من بداية الخلق. ولو سألت أي حد قلت له هي العنصرية بدأت إمتى، هيقول لك إن دي حاجة مستحدثة وعرفناها كده من العيال بتاعة جين زي والجيل الجديد. لكن الحقيقة إن العنصرية أقدم من كده بكتير، أقدم مني ومنك ومن حتى الجيل بتاعنا والجيل اللي فات. هي بدأت من بداية الخلق، من أول مخلوق وهو سيدنا آدم عليه السلام. وأول حد مارسها كان إبليس، كان على سيدنا آدم مارس العنصرية. قال خلقته من طين وخلقتني من نار، أسجد لمن خلق طينا. كبر، هو مش مستكبر بالمادة اللي هو مخلوق منها. هي عنصرية بحت، عنصرية واضحة جدا مش محتاجة تأويل ولا توضيح. والعنصرية بتاعت إبليس بتتجلى معانا في الآيتين، الآية 14 والآية 15، وربنا بيقول لنا على اختلاف المواد ما بينهم. اختلاف المادة هو سبب المشاكل وسبب الكبر وسبب العصيان بتاع إبليس من بدء الخلق. اختلاف المادة، العنصرية وكمان التنمر، حاجتين من بدء الخلق مش مستحدثين تماما. زي ما العنصرية أول واحد بدأها إبليس، كمان التنمر كان أول واحد يبدأه إبليس. أولى ربنا حكالنا عنها في مواضع كتير في القرآن، وهو إنه كان إبليس بيستكبر وبيتفاخر بالمادة بتاعته وبيستعلى بيها على المادة اللي مخلوق منها سيدنا آدم. فكان في كل المواضع اللي ربنا حكالنا عنها وعن سبب كبر إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين. كانت دي مشكلة إبليس الحقيقية، إن أنا مخلوق من النار وهو مخلوق من مادة أقل. قضية إبليس بتتجلى معانا في آيات النهاردة اللي هنتوقف معاها. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. أما التنمر فالحديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا عنه أن إبليس عدى على سيدنا آدم عليه السلام قبل ما يتنفخ فيه الروح، وقعد يقوم حواليه ويترصد له ويبص ويحاول يفهم ايه المخلوق الجديد ده، ايه المخلوق ده، وعايز يعرف ويلم معلومات عن المخلوق الجديد. فقعد يدخل من فتحات سيدنا آدم عليه السلام، من فتحات البني آدم، ويدخل ويخرج منها، وفي الآخر قال باستعلاء إنه أقوى، يعني ضعيف، هعرف أسيطر عليه.
فأول حاجة عنصرية لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. تاني حاجة التنمر لما قال إنه أجوف وإنه ضعيف وإن هو يقدر يسيطر عليه بسهولة. فالعنصرية والتنمر أول حد مارسهم كان إبليس على سيدنا آدم عليه السلام، وده من بدء الخلق، فهي مش حاجات مستحدثة خالص، دي حاجات من قديم الأزل. وبكده نكون عرفنا العنصرية بدأت إمتى والتنمر بدأ إمتى. فلما يجي حد يسألك مش هتقوله دي حاجات العيال طلع لنا بيها وحاجات مستحدثة وحاجات جديدة. أديك عرفت الإجابة وعرفت إنها مش جديدة ولا حاجة. ونرجع بقى لسورة الرحمن من أولها ووقفات مع آيات سورة الرحمن. هنبدأ كده من الآية 1. بسم الله الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، اسم يجمع بين الحنية والرحمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هنا بقى نيجي لموضوع حلقتنا. الحقيقة إن أنا قعدت توقفت كده وتساءلت، هو ليه القرآن تقدم على خلق الإنسان؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان؟ ليه القرآن اتذكر قبل خلق الإنسان؟ الحقيقة إني وقفت هنا وتساءلت، والإجابة اللي حسيت بمنطقيتها هو تقديم الأشرف على الأشرف منه. ولو جينا بصينا على باقي آيات السورة هنحس بالإجابة دي وهنحس بمنطقيتها أكتر وهنستدل عليها. رجحت الإجابة دي بتيجي من إنه فعلا القرآن أشرف من الإنسان. وكذلك لو جينا بصينا على باقي الآيات هنلاقي إنه فعلا تقديم الأشرف على الأشرف منه هو المنطق وهو الإجابة الراجحة للسؤال ده. ربنا سبحانه وتعالى بعد كده بيذكر لنا الشمس والقمر والنجوم والشجر، والشمس والقمر أشرف من النجوم والشجر، والسماء أشرف من الأرض، وكذلك الإنسان أشرف من الجن. وده نستدل عليه بالآية الكريمة ولقد كرمنا بني آدم. البني آدم متكرم، وربنا سبحانه وتعالى اللي كرمه وقال لنا ده. لو هنيجي نتأمل ونقف كده مع الآيات ونسأل ليه تقدم ذكر القرآن على ذكر خلق الإنسان، هنلاقي إنه لتقديم الأشرف على الأشرف منه. القرآن هو أعظم نعمة وأعظم رحمة نزلت على البشر. الرحمن رحمنا بالقرآن، فربنا جل جلاله بدأ بأعلى مظاهر رحمته بعد اسم الرحمن. جت الرحمة العظمى للإنسان اللي خلقه، وقال لنا على طول ربنا سبحانه وتعالى الكلام ده في الآية اللي بعدها: خلق الإنسان علمه البيان. فربنا سبحانه وتعالى مش خلق الإنسان بس وعلمه القرآن بس، ده علمه البيان. والبيان ده هو القدرة العامة على الفهم والكلام والتواصل. بيان نعمة عامة تشمل التفكير والفهم والتواصل وحتى الإشارة. ده ربنا سبحانه وتعالى علمه للإنسان. إن ربنا سبحانه وتعالى بعد اختيار اسم الرحمن ذكر القرآن، وكأن فعلا القرآن هو أعظم مظهر من مظاهر رحمة ربنا للإنسان اللي خلقه. هو النعمة الكبيرة اللي أنعم ربنا سبحانه وتعالى الرحمن أنعم بيها على الإنسان اللي خلقه. أول مظهر للرحمة كان تعليم القرآن. ما كانش الرزق وما كانش الصحة وما كانش القوة، إنما الهداية، والهداية هي القرآن. أجل إن احنا منتوهش من بعض هنرجع كده للآيات واحدة واحدة وهنقرأ سوا مع بعض لحد ما نوصل للآيات اللي احنا عايزين نقف معاها ونتدبرها ونتأملها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب والعصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في النص كده هيجي معانا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اقتران الميزان بالسماء ده لعلو مكانة العدل عند ربنا سبحانه وتعالى، ووصية وتحذير ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط، اعدلوا ولا تخسروا الميزان، ما تخسروش العدل في أي موقف في حياتكم، ما تخسروش العدل وما تضغوش على العدل، اعدلوا. قرن الميزان بالسماء بعلو مكانة العدل عند ربنا سبحانه وتعالى.
ده جمال التأمل، ده جمال التدبر، إن إحنا نبص للآيات وناخد منها عبرة وعظة ونعمل لها إسقاط على حياتنا وحاجة نستفيد بيها في حياتنا اليومية. ده جمال التأمل، ده جمال القرآن. وزي ما قلت إحنا هنتوقف عند الآية 16، فإحنا وهنركز على الآية 14 والآية 15. اللي هي موضوع حلقتنا هو اختلاف المواد سبب كل اللي احنا فيه ده. لو جينا بصينا هنلاقي إن السبب الأكبر أو واحد من أكبر الأسباب اللي هي متسببة في الحروب والمعاصي من الإنسان ومنهم وبين بعضهم هي العنصرية. هي سبب وأكبر سبب لكل الحروب والمصايب اللي احنا بنشوفها حوالينا وكل المعاصي اللي بيرتكبها الإنسان. العنصرية هي سبب كل المعاصي والحروب من بداية الخلق، وأول واحد عملها كان إبليس. العنصرية بتولد استحقاقية، والاستحقاقية بتولد كبر، وده أسوأ حاجة ممكن تكون في قلب البني آدم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. الكبر ده أسوأ حاجة ممكن تكون في قلب أي بني آدم، والكبر ده كانت أول حاجة في قلب إبليس من ناحية البني آدم. إن الكبر بيولد العند، والعند بيولد الكفر، وما بعد الكفر تأتي كل الموبقات. فهي معادلة خسيسة خاسرة، اللي داخل فيها خسران. بيحاول يشربها لنا إبليس من بداية الخلق كده، وده لأن آخرها الكفر. ما أنت خلاص كفرت باللي خلقك وبنعمة اللي خلقك عليك، هتعمل كل الموبقات. بعد الكفر يجي كل المعاصي: قتل، سرقة، شرك، أذى، حقد، غل، كره، حسد. كل المعاصي تيجي بعد الكفر. دي المراحل اللي عدى بيها إبليس: استحقاقية، أنا خير منه، ثم عنصرية، خلقتني من نار وخلقته من طين، ثم كبر، أسجد لمن خلقت طينا، كبر أنا، ومن ثم عند، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من حمأ مسنون. لم أكن، ده ما يحصلش. عند، والعند بيولد الكفر، وربنا قال لنا سبحانه وتعالى: فأبى واستكبر وكان من الكافرين. في الآخر كفر خلاص. دي المراحل اللي عدى بيها إبليس، ومرحلة تحوله من عابد بين الملائكة، إبليس الملعون المذموم المطرود من رحمة الله العاصي الكافر. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. واحنا هنا لما بنتدبر ونقف مع الآيات ونتأمل، مش عشان نقول ايه ده وازاي حصل كده وازاي يعمل كده ونفتكر نفسنا بعيد عن الموضوع خالص، لا، بدنا نروق، بدنا نهدى شوية. احنا هنا بنتأمل عشان نخرج بعبرة وعظة وحياة أقرب لله. ما نفتكرش الموضوع بعيد عننا، وما نفتكرش إن احنا بعيد عن المعصية. نسأل الله العفو والعافية في أنفسنا، وما نتغرش بنفسنا، وما يغرناش الشيطان بالمعصية الكبيرة اللي عملها. نيجي بقى لسؤال مهم: ليه الاستحقاقية هي سبب كل الحروب والمعاصي اللي في وقتنا الحالي وحتى من زمان قوي؟ أنا خير منه. الاستحقاقية بتولد عنصرية: أنا كذا وهو كذا. جملة زي معاداة السامية أو الإرهاب أو أي لفظ بيتم إطلاقه على مجموعة من البشر بغرض تمييزهم واستبعادهم واستحقارهم واستباحة كل شيء في حقهم. أنا خير منه. أنا ليا حق في الأرض هو ملوش. أنا ليا حق في التكنولوجيا اللامحدودة هو ملوش. أنا ليا حق يبقى معايا نووي هو ملوش. أنا أبيض وهو أسمر. أنا طويل وهو قصير. أنا تخين وهو رفيع. أنا أحق منه أنا أخده واستعبده. هو حقه إنه يخدمني وأنا حقي إني أعيش. حروب أمريكا كلها تشهد على الجملة دي: أنا خير منه. حروب أمريكا من بدايتها، أول ما بدأوا كده يقولوا إحنا مجموعة من البشر وعايزين يبقى عندنا أرض، أول ما جمعوا نفسهم كده وهم ماشيين على الجملة دي: أنا خير منه، أنا أستحق هو لا يستحق. استحقاقية غير مبررة. والحقيقة إن الجملة دي عند الأمريكان هي في الدم. الناس كلها اتغذت واتربت على الحليب، هم اتربوا على الجملة دي: أنا خير منه، أنا أستحق هو لا يستحق. إلا من رحم ربي. طبعا دي هي بتقوم عليها كل الحروب بتاعتهم، سواء بشكل مباشر وهم بشكل مباشر في الحرب، أو من بعيد لبعيد بإثارة الفتن اللي بيشعلوها في كل البلاد. استحقاقية إبليسية صهيونية أمريكية عالمية، زرعها إبليس في دماغهم ودماغ كل اللي بيتبعوه. بالتالي بيحصل اللي احنا بنشوفه: البلطجة والعربدة اللي بيعربدوها في الكوكب كله. هم ماشيين على المبدأ ده: أنا أستحق هو لا يستحق، فإذا أنا هجيبه، أنا أقتله، أهجره، أجهله، أستعبده، أتعدى عليه، أستبيحه، أعمل كل حاجة.
تحت شعار الاستحقاقية الوهمية بتاعتهم. والاستحقاقية دي بتتجلى في شعاراتهم، في خطاباتهم، في حتى الألقاب اللي بيطلقوها على أي حد مختلف معاهم أو أي حد له وجهة نظر غيرهم. لكن في النهاية إحنا عارفين آخرة الاستحقاقية دي إيه. لأن الاستحقاقية قلنا هي معادلة خسرانة بدأها إبليس. الاستحقاقية بتؤدي إلى عنصرية، عنصرية بتؤدي إلى كبر، كبر بيؤدي إلى عند، والعند بيؤدي إلى كفر، وما بعد الكفر تأتي كل الموبقات. كل المعاصي تيجي بعد الكفر. طبعا عارفين في الآخرة هم رايحين على فين. قالوا مش آخرة بس، ربنا طمنا وقال لنا إنه لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. هما ليهم في الدنيا خزي، وده بنشوفه من فضايحهم اللي بتطلع كل شوية، ومن أمراضهم الغريبة العجيبة اللي بتجيلهم هما بس، ومن الحروب الداخلية اللي بيحاولوا يخبوها ويتستروا عليها، وهي بلادهم كلها فتن وعنصرية طبقية كبر وظلم حتى ما بينهم وبين بعض. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا برضو عنهم: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. افتكرهم كده قوة واحدة وكل واحد في حتة. ده فعلا بنشوف بأم عينينا، نشوف إن هما قلوبهم شتى، كل واحد قلبه في حتة وكل واحد همه مصلحة. نسأل الله العفو والعافية. وأنا زي ما قلت إحنا لما بنقف مع الآيات ونتأملها إحنا عشان نخرج بعبرة وعظة وحياة أقرب لله، مش عشان نتغرب أنفسنا، ومش عشان نفتكر إن المعصية بعيدة عننا، ومش عشان نفتكر إن إحنا فوق الغلط. بالعكس إحنا بناخد عبرة وعظة من اللي عصوا ومن اللي خالفوا أوامر ربنا، وبناخد عبرة وعظة باللي هيعملوا فيهم في الدنيا وفي الآخرة. حسنا كده نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. دي كانت الحلقة الأولى من برنامج خواطر إيمانية. كنت معاكم أنا منى الجواد، وما زلنا مكملين مع سورة الرحمن ووقفات مع آيات سورة الرحمن.